بين الارهاب بالسلاح والارهاب باللغة اذا كانوا الاثنين يدلوا على توجه عدواني. يعني اذا انت اتهمت العالم الاسلامي بانه ارهابي لانه بينال من خصومه بشكل فيه قسوة، وبعدين تيجي انت في الروم بتاعتك تقول عليه كلب ودي كلب وداعية اللي اصلها او اللي عايز تقولها داعرة وملظلظ ومش عارف مين، ايه بالظبط القاعدة اللي انت بترسخ لها وانت بتشتم؟ عايز تعمل ايه؟ المفروض انه لو هو بيشتم انت لانك بتدعو الى منهج مغاير هتستخدم وسائل مغايرة. لكن الشتيمة اللي انا سمعتها، وقد اختلف مع علمائنا زي الشيخ محمد حسان وغيره، الشتيمة اللي انا سمعتها تدل على ان جواه رجل ارهابي لكن لصالح فكرة تانية. والارهاب سواء كان لصالح فكرة دينية او لصالح فكرة سياسية او لصالح فكرة اقتصادية يفضل بيعكس قدر من العدوانية داخل القائل داخل المتكلم. حتى في الكورة، حتى في الكورة هو ايه الفرق بين اللي بيحدف طوبة في الملعب وبين اللي بيقول تفو عليك وعلى اللي خلفوك وعلى اللي خلاك تلعب كورة؟ ايه الفرق؟ ده معاه طوبة حدفها وده معهوش فتف وشتم، لكن هي النزعة، هو الاتجاه. لم يجهد سيد فرعون نفسه في ضرب مثل واحد من كلام القوم يستدل به على التهافت او البطلان او النقص او التناقض. طب قول كلمة، ورينا فاضل ايه في ذاكرتك وقول لنا لما دخل ذاكرتك فهمته ازاي. دي نقطة. يبقى ما ضربش مثل يوضح بيه هو بيشتم ليه. بيخرفوا ارهابيين الكلاب اللي زي اقل شوارعي في اوسخ حارة في العشوائيات، ان كانت العشوائيات فيها حواري. انا دهش لماذا نكيل بمكيالين؟ وانا طرحت الفكرة دي في اكتر من يوم واظن طرحتها هنا مرة. ايه القياس اللي نحتكم اليه في القول بان فلان رجعي وفلان تنويري؟ ان دعا الى ارسطو 4 قرون قبل الميلاد يبقى تنويري، وان دعا الى ابن تيمية 10 قرون بعد الميلاد يبقى راجعي. ان دعا الى مزدك القول بمشاعية النساء والاموال يبقى تنويري، وان دعا الى ابن القيم يبقى راجعي. هي اللي قامة كده اتقسمت كده. اذا التنويرية والرجعية مش صفات كامنة جوه المقولات اللي بيتم طرحها، دي اسقاطات نفسية من السامع. والان عندنا شيوعيين اصحاب اقوال، وعندنا اسلاميين اصحاب اقوال، وعندنا مسيحيين اصحاب اقوال، وعندنا علمانيين يمينيين اصحاب اقوال. ليه لما بتتكلم عن التيارات الاخرى بتتحلى بما قد يسعك من الرفق والموضوعية والحوار الهادئ، ولما بتيجي كلام عن التيار الاسلامي الشتيمة بتشتغل والالفاظ اياها بتشتغل؟ يعني معرفش الحقيقة، معرفش. يعني لما يقول ان المجلس العسكري فاشخ رجلين الاخوان، طب مش معنى الاخوان؟ ما هو المجلس العسكري بيتعامل مع كل التيارات السياسية. ايه يا جدعان في ايه؟ ما تريحونا
وتقولوها لنا على بلاطه، لا عايزين الدين ولا عايزين الاسلام ولا عايزين الحكم الاسلامي. نقول لكم اهلا وسهلا، شكلوا تيار ملحد ويتفهم على هذا الاساس. مشكله ان مصر اللي يدخل من الباب الخلفي. ودنك منين يا جحا؟ طب بتلفها ليه؟ ما تقول بصراحه ان المنظومه كلها مش عاجباك، وان اي حد هيطلع ينطق باسم المنظومه دي انت بتكرهه. مش ده اصرح يا جدعان؟ بجد مش ده. انا وربنا ما كنت هتكلم، انا كنت قاعد اقرا كتاب في الادب القديم ولذيذ جدا وكان عاجبني قوي، بس مش ده اصرح يا رجاله ولا انا بخرف؟ مش تقول كده وتخليك شجاع وتقول انا ضد الناس دي وضد المنظومه اللي بدأوا عليها الناس دي. تقول قال ماركس ماشي، قال سارتر على عيني، قال بيرتراند راسل اوكي، قال الله اوعى ارهابي. وبعدين احنا بنواجه خطر منهجي يخض. هو ايه بقى؟ اسقاط التصور على الوجود. اسقاط التصور على الوجود، يعني في ذهنك نتائج بتدور لها انت على مقدمات، مش مقدمات بتدور لها على نتائج. ما عندكش قلق معرفي، ده انت خلاص استقريت وبتضرب بالمدفعية التقيلة بعد استقرارك. ويا ريتك صريح وبتحارب حرب مشروعة، لا ده انت بتحارب حرب عصابات. يروح الرومات التانية لغته تترقى وتتنقى وتتهرب وتتشرب ويبتدي يطرح الافكار بشكل ايه؟ لائق. جوه الروم بتاعته يبتدي في عملية قضاء الحاجة. عارفين قضاء الحاجة بالمعنى الفقهي؟ عارفين الحكاية دي؟ طيب يبقى اول قصة هو ما ضربش امثلة وكان لازم يضرب امثلة. تاني قصة انه بيشتم، والشتيمة مش ابداع. في اي مجال من المجالات الشتيمة مش ابداع، لان اي حد بيعرف يشتم، كل الناس بتعرف تشتم. ما بيناقش، ما بيقولش ده صواب، ده خطأ، ده في نظر، ده تاريخي عفى عليه الزمن، ده ممكن، ده مقبول، ده مرفوض. لا 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 لا، الراجل بيشتم الحقيقة. في النهاية كما توجد انتماءات دينية غير مدروسة عند بعض العامة، توجد انتماءات لا دينية غير مدروسة ايضا عند بعض من يعزون انفسهم الى الخاص، عند بعض من يريدون انهم يعملوا فول ميك اب للثقافة. المثقف هو من ويبتدي يحط تخيلاته هو. كأنك ان قريت 200 كتاب في التراث الديني يبقى انت مش مثقف، وإذا قريت كتاب واحد لكازانتا زاكس وليكن المسيح يصلب من جديد يبقى انت مثقف. ما بقتش بقى مسألة كم، ولا بقت مسألة رؤية، ولا بقت قدرة على التحليل، بقت توجه. حاجة محزنة لان اللي قاله فرعون وكتير زي فرعون بيمثل اتجاه عام كبير. انا مش مع التيار الديني ولا ضده، انا مشكلتي مش مشكلة انتماء، انا مشكلتي مشكلة منهجية، مشكلة تفكير. احنا بقينا قدام طوائف كلها بتتقاتل بتصورات سابقة. بس بقى يفضل الفرق بين اللي بيرفض واللي بيشتم، بين اللي بيشرح ويحلل واللي بيقول لأدبه. انا حزين بجد، حزين ومستثار
ومتضايق ومش عارف اعمل ايه. يعني بجد والله العظيم، يعني انا متورط في اللي سمعته، مش متورط في اللي بقوله او في اللي قلته قبل كده. لا، ما هو انت ممكن زي ما بتتورط بالقول ممكن تتورط بالسمع. كل اللي يدخل يدوله رد. في ناس طبعا بتروح تشتمهم، وفي ناس بتقول زي ما هم بيقولوا. فكأنه لما هو يتشتم في رومه يبقى الشاتم مستحق رد، ولما يشتم غيره في نفس الروم ممن يخالفه سياسيا يبقى بيعمل عمل محترم. شفتوا ازدواج المعايير يا حضرات؟ شفتوا بجد ازدواج المعايير؟ انا اسف اني اطلت عليكم، واسف ان انا كنت يعني خلاص هنعس يعني، لكن انا حزين، وارجو ان احنا ما ناخدش باللافتات الخارجيه. ده يميني، ده يساري، ده يساري، ده اسلامي، ده قبطي، ده شيوعي، ده ليبرالي. لا، اللافتات لا تغني عن اصحابها حاجه. الصحيح هو تفتيش المحتوى المعرفي لصاحب اللافته، بيقول ايه، بيدلل عليه ازاي، مرتكزاته من التاريخ ايه، مرتكزاته من الحاضر ايه، البواعث الدافعه ليه على قول ما يقول ايه. اصحاب البغضاء لا يصلحون ان يحملوا راية لهذا الوطن ولا راية للثقافة. شكرا، وانا اسف، وبشكركم انكم اتحتوا لي فرصة لفش الغل. يمكن لان انا لو ما كنتش عملت شويتين دول او ما قلتش اللي انا قلته ده بجد بجد كان هيجي لي احباط حياتي يعني. تصبحوا على خير. استنى صلاح، حد يجيبه يا جماعة، حد يجيبه، حد يجيبه، حد يجيبه، حد يجيبه. حد ضايفه يا جماعة. هذا هو خلع من التالتوك كله. تعالى ضروري. حد سمعني يا جماعة؟ حد سمعني؟